لا كثير من الناس يشككون في عملية البيع والشراء الموجود لدى بنك سبا وبنك التضامن، ويقول بأنه ربا ولكن بطريقة أخرى. فما رأيكم في هذا، علما بأننا نقنعهم بأنها طريقة صحيحة وشرعية؟ أنا أعتقد أن البنك إذا ذهب إلى المعرض واشترى سيارة، هذا السيارة هي التي كانت يريد أن يشتريها الزبون، ولكن لا يوجد لها ما يوجد له فلوس، فقال للبنك سيري اشتروا، وبعد ما تشتريها بيعها مني تقسيطا. قال لكن أنا سأربح معك، سأشتريها ب1,000,000 وأبيعها ب1,200,000. قال أنا راضي، وبعد صار اشتراها وجاء وباعها منه بالبيع والشراء حسب التراضي ب1,200,000. هذا يسميها العلماء بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسى، أي لأجل المهلة أنه سيقسطها عليه.